السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله. وكيف كتشوفوا معايا غادي نقدم لكم بيتزا القوارب التركية اللي كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي لذيذة بزاف والعجينة كتجي قطنية وهشة، فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اذا بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وكيفية التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لمقادير العجين فغنحتاج الملعقة كبيرة ممسوحة ديال الخميرة الفورية ولا الخميرة الخاصة بالعجين، ملعقة كبيرة ديال السكر الخشن او السكر سنيده، كاس ديال الحليب دافي. انا غادي ناخذ هذا الكاس هذا هو باش غنعبر جميع السوائل. كيمكن لكم تستعملوا كاس العنبه. دائما بنفس الكاس ناخذ كاس ديال الماء دافي، ثم 4 كاس ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون لكم الاختيار، ملعقه صغيره ديال الخل الابيض. غادي نخلط جميع المكونات حتى كتذوب الخميره. ودائما بنفس الكاس غادي نبدا نعبر الدقيق. انا غنضيف الكاس الاول وانا كنطرب بهذا الشكل هذا، ومره مره كنزيد الدقيق بهذه الطريقه هذه. نضفت الكاس الثاني، غنبقى غادا بنفس الطريقه كل مره كنضيف كاس وانا كنجمع في العجين. بالنسبه للدقيق فغادي ياخذ ليا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. كتبقاو تضيفوا الدقيق بشويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد العجين بهذا الشكل هذا. كيكون مطلوق، يعني ما كتكونش العجينه قاصحه، تكون بهذا القوام هذه. صافي غادي نجمعها، ما غاديش ندلكها، غادي نجمعها على هذا الشكل هذا ونغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها كترتاح حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. صافي هنا بعد ما اختمرت ليا العجين وتضاعف الحجم ديالها فغادي نزول منها الهواء اللي تيكون بالداخل. صافي وغادي نوضعها على سطح العمل. كنضيف شويه ديال الدقيق لان العجينه كتلصق في اليد. صافي هنا غادي نشكلها، غادي نقطعها بالحجم اللي بغيت، يعني كنقطع على شكل كويرات صغار من نفس الحجم. هنا بعد ما شكلت العجين بهذه الطريقه هذه فغادي نخليها كترتاح تقريبا واحد 2 حتى 3 ديال الدقائق. غادي نحتاج الحشوه، غادي نحتاج الجبن الموتزاريلا، ثم الفلافل مقطعين رقاق مع البصله، وصلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا، والزيتون مقطع. هنا غنبدا نبسط في العجينه، ودائما كنعاون بالدقيق لان العجينه كيف قلت لكم كتلصق. صافي كنبسطها هكذا بالمدلك. كنحاول نبسطها مزيان. من بعد غنبدا نوضع الجبن ديال الموتزاريلا. هنا انا وضعت 2 ديال الانواع ديال الجبن، موتزاريلا مع الشيدر. يعني كيمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الجبن بغيتو. غادي نوضعهم هكذا في الجوانب ديال العجين، وغادي نجيب هاد الجوانب بحال هاد الشكل هذا. غادي نضغط عليهم مزيان باش ما تخرجش ليا الحشوه بعد ما كندخلوا البيتزا للفرن. دائما وبنفس الطريقه غادي نجمع الجانب الاخر. غادي نجمعو دائما بنفس الطريقه ونضغط عليه مزيان بالاصابع حتى كيتسد ليا مزيان.
بعد غنضيف صلصة الطماطم في الوسط. هنا صلصة الطماطم راه ديجا منسمة بالزعتر والثومه وزيت الزيتون، الملح، البزار. الطريقه معروفه ديال صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا. نضفت شويه ديال الجبن فوق من صلصه الطماطم ثم الخضر. هنا للاسف غادي تمسحت لي اللقطه ديال فاش غنجمع القوارب من الجوانب. فكتضغطوا عليهم من الجوانب حتى كيتجمعوا، كتقرصوا عليهم حتى كيتجمعوا الجوانب مزيان، وكنحصلوا على واحد الشكل ديال القارب. هنا ضفت الزيتون اخر حاجه صافي، وغادي نجمع الجوانب كيف قلت لكم من بزوج. هنا بنفس الطريقه غادي نعاود معكم واحده اخرى. فكنتاسف لان اللقطه مشات ليا فجمعت الجوانب بجوج، ولكن الطريقه راه باينه وواضحه. دائما بنفس الطريقه غادي نبسط العجين الثاني، وغادي نوضع الجبن في الجوانب. تماما نفس الطريقه اللي درت في الاول. ودائما غنجمع الجوانب بهذه الطريقه هذه، وانا كنضغط بالاصابع حتى كتسد مزيان هكذا، باش كنضمن انه ما تخرجش لي الحشوه ديال الجبن من البيتزا ملي كنكون طيب البيتزا. الطريقه سهله وواضحه. كنسد مزيان ثم غنوضع صلصه الطماطم. ما تنكتروش غير شويه، والجبن ثم الخضر. بالنسبه للفلافل فانا استعملت الفلفل الخضراء مع الفلفل الحمراء مع البصله مقطعين رقاق. يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الخضره اللي خاصه بالبيتزا. حسب الدنجال المشوي راه كيمشي مزيان مع البيتزا، كيجي زوين. صافي هنا بعد ما جمعت الجوانب كيف كتشوفوا، فغادي نجعل الفرن على 220 درجه. قبل ما كندخلهم الفرن فغادي ناخذ صفار ديال البيضه، غنوضع فيه شويه ديال الخل وغادي نخلطو مزيان، ثم غندهن به الجوانب. وهنا كيف شفتوا الجوانب ديال البيتزا بعد ما سديتهم كيف قلت لكم فاللقطه مشات ليا، فجمعتهم من الجوانب من الحواشي بحال هكا وجاو على شكل قارب. صافي غادي ندهنهم، والفرن راه شاعل على 220 درجه. غادي نزين لهم الجوانب ديالهم شويه ديال الزنجلان. صافي غادي ندخلهم للفرن حتى كيتحمروا من التحت شي شويه، وعاد كنشعل عليهم من التحت والفوق. هنا كندهنهم كاملين بالبيض ثم الزنجلان.
بالنسبه للفرن فكيمكن لكم تطيبوهم يا اما على المروحه اولا في الفرن عادي كتسخنوه عادي. صافي غادي ندخلهم الفرن حتى كيتحمروا وغادي نخرجهم، وما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت، تقريبا ما كاملاش واحد 10 ديال الدقائق كيكونوا طيبين. كيف قلت لكم غنخليهم حتى كيتحمروا شي شويه من التحت، وعاد غادي نشعل عليهم الفوق. هنا بعد ما طابوا لي القوارب ديال البيتزا فكيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو هشاش. اذا كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وطبعا الى عجبتكم ما تنساوش خليوا لي لايك للفيديو، تعليق من تعليقاتكم الجميله، وبقى لي الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.